لا تجي اللحظة اللي منعك فيها الطبيب من شرب الشاي الحلو ومن السكريات بصورة عامة ومن أكلات هواية. حياكم الله متابعينا الكرام أينما كنتم وبحلقة جديدة من برنامج هيلث أب، حيث المعلومة الطبية الصحيحة، وياكم تقني تحليلات مرضية قاسم نور السعداوي. كل واحد بينا يحب يشرب شاي، واغلبنا نحب نشربه اذا كان حلا زايده، والممنوع متبوع. فحتى لا تجي اللحظة اللي منعك فيها الطبيب من شرب الشاي الحلو ومن السكريات بصورة عامة ومن أكلات هواية أنت تحبها، ابدأ قلل إيش قد ما تقدر تقلل من السكريات. مكان ما تشرب مثلا الشاي حلو حيل اشربه نص حلا، أو الجأ للبدائل. قلل من الخبز، خبز الحنطة أقصد، قلل من الدهون، قلل من المشروبات الغازية ومن كل أكلات أو مشروبات كثرتها تضر بجسم الإنسان. وأنت تتبع نظام غذائي صحي راح تعيش طول عمرك بصحة وعافية ونشاط، وتقدر تشرب الشاي براحتك. قدرتوا تقطعون السكريات بصورة عامة، احكوا لنا تجربتكم شلون كانت، شنو الطريقة اللي اتبعتوها، شنو إحساسكم، وش قد صار لكم من تركتوه، والفرق اللي صار بجسمكم شنو. أحبة المصابين بسكر الدم، طلبا وليس أمرا، تكتبوا لنا ولو شيء بسيط من معاناتكم اليومية حتى نتعظ ونتوقع، والوقاية خير من العلاج.